السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معاكم حلوى جافة. هذه الحلوى بزاف قديمة كانوا يديروها بكري، حلوى اقتصادية بدون مارغرين. المكونات تاعها بزاف بساط، انا درتها غير بالزيت. طريقة التحضير تاعها سهلة بالبزاف، بدون حلال بلا طابع. يعني غير تكوروها وطيبوها هذا مكان وتجي بزاف بزاف بنينه، وبالاخص تقطع كميه كبيره. يعني الا كملت لكم الحلوى تاع العيد نقول لكم ديروا هذه الحلوى تجي روعه. دونك تبعوا معايا الوصفه حتى الاخر. اذا لهنا غادي نبدا نحضر لاباط اللي غادي نحتاج فيها كاس تاع السكر عادي. شوفوا انا لهنا الكيله درت بالكاس، نتوما ديروا باي كيله عندكم باسكو هذه الوصفه نخدموا بالكيله. درت كيله تاع سكر، زدت عليها كيله تاع بيض، انا دات لي حوالي ربع حبات بيض كبار. ضفت لهم ملعقه صغيره معمره مليح تاع لافاني. من بعد نخلطهم بالباتور ولا بالفوي، يعني ليسونسيال خلطوا مليح حتى وين يذوب هذاك السكر، باسكو انا دايرين سكر حرش كيما قلت لكم. دونك ايسيو تذوبوه مليح مع هذاك البيض. لهنا غادي نبقى نخلط مليح حتى وين لا كولور تاع الخليط تاعي تبدا تبيض هكا، باش نضمن السكر دابلي. في هذه الحاله غادي نروح نجيب كيله تاع الزيت، توجور قلت لكم بنفس الكيله المستعمله. كيما انا خدمت بالكاس غادي نكمل بالكاس، كيما تنجموا ديروا بول. شوفوا هاد المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم في اخر الفيديو نقول لكم شحال طاتني من حبه. ضفت هذاك الكاس تاع الزيت وكملت بقيت نخلط. بعد ما حطيت كاع السوائل وخلطتهم مليح، لهنا غادي نحبس الخدمه بالباتور ونكمل بيدي هكا باش نطيق نعرف لا تيكستور تاع لاباط كيفاش راهي. بقيت نضيف في الفارينه، زدت عليها خميره كيميائيه. شوفوا لهنايا درت باكيت تاع لا ليفور شيميك وزن 10 غرامات. غادي نبقى لهنايا نلم في العجينه بيدي ونشوف، يعني لما زالت مخصوصه فارينه نضيف لها تدريجيا الفارينه. ماذا بيكم ما تقلوش العجينه تاعكم بزاف بالفارينه، يعني ضيفوا تدريجيا كما قلت لكم حتى تحصلوا على اون بات تكون طريه وخفيفه تانيك. وتوجور نقول لكم تيستوا العجينه تاعكم باليد اللي تكون ناشفه هكا باش تطيقوا تعرفوا القوام تاعها وين راه واصل. باسكو توجور يعني اليد اللي تكونوا تخلطوا بها يعني دائما تغلطكم وتحسوا باللي العجينه ما زالت مخصوصه فارينه. اذا لهنايا شفتوا كيفاش لاباط تاعي راهي تتعلك، يعني راهي طريه من الداخل. جيت ديراكتومون يعني ما خليتش العجينه ريحت باش ما تشربليش اكثر. دونك ديراكتومون كيما قلت لكم جيت نشكل هذه الكريات. شوفوا لهنا اللي عندها ميزان توزن 20 غرام، واللي ما عندهاش ميزان نقول لك صغري الكريات. شوفوا لهنا انا غير راني مقربه للكاميرا، يعني راهي تبان لكم بحجم كبير. دونك ديروا حسابكم راه فيها الخماره والبيض، يعني غادي تزيد بزاف في الحجم تاعها. كيما شكلت الكريات حطيتهم، ما تضغطوش عليهم بيديكم، وحدهم غادي يهودوا. جبت هذا القلم ولا اي عفسه، ديروا الثقب في الوسط. هذاك الثقب ديروه شويه كبير. من بعد ندخل السنيوه تاعي في فرن مسخن على 180 درجه. نشعل عليها من التحت، كي نشوف هاد التحميره خفيفه من التحت نشعل عليها من الفوق. وماذا بيكم الحلوى تاعكم طيبوها على بياض كيما انا مطيبتها، يعني ما تحمروهاش بزاف. وكي تكون طيب يعني في نص الطياب عاودوا شكلوا هذوك الثقب الداخل، باسكو غادي كيما نقولوا يزيدوا يتبلعوا شويه. دونك نتوما عاودوا حفروها في الوسط. انا لهنا جبت الكونفيتور تاع المشماش. انا لهنا غير دفيته، ماذا بيكم تحموه مليح، باسكو من بعد كيكم بقيت نكمل في الحبات الاخرين عاودت حميته هكا باش نخفه غايه. باش الحلوى تاعي تشرب الكونفيتور و ميم طون يعني ما يديريش كميه كبيره. اذا رمت الحلوى كاع في الكونفيتور، من بعد حطيتها في لانوات كوكو. لهنا انا درتها من التحت ومن الفوق، الا بغيتو يعني ترمدو غير الوجه هذاك اختياري. من بعد هذاك الثقب يعني اللي راه في الوسط غادي نعمره بالكونفيتور. نكمل كاع الحبات اللي بقاو لي بنفس الطريقه، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. اذا هاي الحلوى بعد ما كنت كملتها ودرتها في صحن التقديم، انا خليتها كيما راهي ما درتهاش في الكيسات، وانتم قدموها بالطريقه اللي راكم باغينها.
شوفوا جات روعه هاد الحلوى، بزاف خفيفه، يعني خفيفه قد ما تاكلوا منها ما تقهمكمش تاكلوا 5 حبات 6 عادي، يعني تالمو خفيفه وبنينه. لهنا قسمت لكم حبه باش نوريكم كيفاش جات من الداخل. جات بزاف طريه وتشد لكم هذيك الطراوه يعني مده طويله. حلوى سهله كما شفتوا، اقتصاديه بدون مارغرين غير بالزيت، وتانيك تقطع لكم كميه كبيره. شوفوا انا المقادير اللي كنت مديتهم لكم كما شفتوني، كنت كيلت بالكاس، يعني درت كاس يعني كيله، كانت دارت لي 60 حبه 60 حبه تاع هاد الحلوى، دونك تقطع كميه كبيره. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، جربوها تجي روعه وبزاف بنينه. واذا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوناش بجيم وبارطاجوها مع احبابكم واصدقائكم باش تعم الفائده. وفي الاخير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.